السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إخواني أخواتي، اليوم إن شاء الله وقتكم معايا في مدينة الرباط العاصمة المغربية. غادي إن شاء الله نمشيو نشوفو برج محمد السادس وصومعة حسان وضريح محمد الخامس، وكذلك إن شاء الله غتشوفو معنا المسرح الكبير للرباط ونهر أبي رقراق، من أجمل الأماكن السياحية المعروفة في مدينة الرباط. هذه المدينة الجميلة النظيفة السياحية بامتياز، فيها مناطق يعني قديمة تراثية مثل لودايا ونهر أبي رقراق. لا يعني ما شاء الله، يعني نهر الآن كيخدموا على ضفتين على مبالية، يعني كاين مارينا ديال الرباط كذلك مثال، وسلا من الجهة الأخرى، خدامين عليهم بمعنى الكلمة. وبما أن المغرب سينظم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 يعني 2030، يعني هناك مشاريع كبيرة في هذه المنطقة. يعني بجنب البرج هناك غويال منصور، أوتيل غويال منصور اللي من يعني فايت يعني كم لي بالاس، هاد الخمس نجوم، كيبنوه حدا البرج. وكذلك دي غران مول، اكبر لي مول اللي كيتبنى تما ديال جو كخوا شركه سي جو بترومب با، يعني اماراتيه مغربيه جو كخوا سي جو بترومب با. يعني فوالا من اكبر المولات اللي غادي تكون حتى هي تما. وكاين اشياء اخرى جديده، ils sont en train de faire plein de trucs، يعني بزاف ديال المسائل. هذا اللي كتشوف فيه هي سمعة حسان. وكذلك المدينة جميلة. أنا في الحقيقة والله ما كانش عندي وقت، ما تعطلتش فيها بزاف، يعني يمكن ساعة ولا ساعة ونص، لا أكثر، لا أقل ولا أكثر يعني. ولكن إن شاء الله غادي نرجع لها ونصور على خاطري. كما قلت لكم في الحقيقة الرباط ورش مفتوح، يعني هناك الاشتغال والبناء في جميع الأماكن. مثلا هناك يعني كيديروا المستشفى أو الكونت ديال ابن سينا، من أكبر